تعال اقول لك ازاي تقدر ترتب اي حاجه بسرعه. تعال نتخيل انك قاعد شغال في مكتبه وفي يوم جالك 1000 كتاب مش مترتبين ومطلوب منك ترتبهم ترتيب ابجدي في اقل من يوم. اول حل هيجي في دماغك انك هتبدا من اول كتاب وتقارن كل كتاب باللي بعده، لو مترتبين هتسيبهم، لو مش مترتبين هتبدلهم، وتفضل تمشي لحد الاخر، وبكده هتعمل 1000 مقارنه وترجع تعيد تاني بس تبدا من تاني كتاب، وهكذا بقى لحد اخر كتاب. لو فرضنا ان كل عمليه هتاخد ثانيه فانت كده محتاج 5-6 ايام عشان تخلص، والطريقه دي معروفه بالبابل سورت. بس في حل اذكى شويه، انك هترتب اول كتابين وترتب التالت مع التاني، ولو احتجت ترتبه تاني مع الاول، وتفضل تزود كتاب كل مره تقارنه باللي قبله، لو مترتب تمام، لو مش مترتب هتفضل تقارنه باللي قبله لحد ما ياخد مكانه. الطريقه دي في المتوسط هتخليك تقلل عدد الاحتمالات للنص، وده معناه انك هتحتاج 2-3. والطريقه دي اسمها الانسيرشن سورت. الحل الاذكى بقى انك تاخد كتاب في النص وتحط كل الحروف اللي قبله لوحدهم وكل الحروف اللي بعده لوحدهم، وتفضل تعمل كده لحد ما تقسمهم لاجزاء صغيره جدا، وكل جزء فيهم ترتبه بطريقه الانسيرشن سورت. لو قسمتهم ل8 مجاميع وبكل مجموعه هتاخد حوالي 30 ثانيه عشان ترتبهم، فبحسبه بسيطه الموضوع هياخد منك حوالي ساعتين. ودي طريقه اسمها الكويك سورت، ودي اكتر طريقه المبرمجين بيستخدموها عشان يخلوا الكمبيوتر يرتب اي حاجه بسرعه.